السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد على قناتي قناة عالم خديجة. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم. بالنسبة للبنات اللي كيشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد. اذا اليوم ان شاء الله وصفتنا مختلفة تماما على الطبخ، فاليوم غادي نشارك معكم روتيني في العناية باليدين، خصوصا واننا داخلين على فصل الشتاء فين اليدين كيحتاجوا يعني اننا نهتم بهم مزيان. اذا في البدايه غادي نشارك معكم اول حاجه اللي كندير مره في الاسبوع، وهي وصفه التقشير باش كنزولوا ديك خلايا الجلد الميته. فكنحتاجوا ليها تقريبا نصف ملعقه ديال السكر حبوب، وكنحتاجوا التفل ديال القهوه تقريبا ملعقه. ماشي ضروري اننا نستعملوا يعني القهوه طريه، فغير التفل يعني بعد ما كنطيبوا القهوه وهذا كنحتفظوا بداك التفل ديالها، فكيمكن لينا نستعملوه في التقشير. ثم كنحتاجوا زيت اللوز الحلو، فانا بالنسبه لي هذا الزيت هذا خديته من امازون. كيمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الزيت عندكم، يا اما زيت الزيتون او لا، يعني اي نوع ديال الزيوت كتستعملوا في البيت. انا خديت ملعقه صغيره كافيه. فالدور هنايا ديال الزيت هو الترطيب، يعني كيعطينا واحد الترطيب لليدين رائع. وغادي نضيفوا نصف ليمونه حامضه، وطبعا كنا كنعرفوا الفوائد ديال الليمون الحامض للجسم واليدين. فالدور ديالو هو التبييض، وكيعقم لينا الجلد ديالنا يعني بطريقه رائعه كذلك. هنا غنخلطوا جميع المكونات. فبالنسبه للقهوه راه كتلعب واحد الدور رائع في التقشير، فهي وحتى الجسم راه يعني كيستافد من كاع الفوائد ديالها، لان فيها فوائد كثيره للجسم. فانا غالبا ما كندخلها في جميع الوصفات الطبيعيه اللي كندير في البيت، لا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه للجسم. اذا المقشر ديالنا جا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. فغادي ناخذ هنايا واحد يعني غنفرشوا شي حاجه كيف ما كتشوفوا فين غادي نخدموا هاد التقشير هذا اليدين ديالنا. وغادي نحاولوا نخدموه بهاد الطريقه هذه، وحنا كندلكوا اليدين ديالنا كاملين. نخدم اليد الاخرى. فكنستمروا على هاد الطريقه وكنبقاو ندلكوا فيه يعني واحد تقريبا واحد 2 حتى ل3 دقائق. وما نساوش كذلك يعني البلاصه ديال المفاصل. بهاد الطريقه هذه من بعد كنخدموه مزيان، كندلكوا اليدين ديالنا مزيان، كنخليوه واحد شويه في اليد تقريبا 3 حتى ل4 دقائق. صافي كنخليوه 3 حتى ل4 دقائق تقريبا حتى ل5 دقائق، ماشي ضروري يعني هذا. وكنغسلو يدينا بالصابون. وغندوزو دابا هنايا بعد ما غسلت اليدين ديالي انايا بالصابون، فغادي ندوز باش ندير معكم الماسك اللي كنستعمل من بعد هاد التقشير. فحتى هاد الماسك انا كنستعملو مره في الاسبوع. كنحتاج ليه يا اما الفازيلين، فضروري ما تقلبوا على الفازيلين تكون اوريجينال او لا طبيعيه يعني. فكناخذ يا اما الفازيلين اللي وريتكم الاولى ديال اللي اللون ديالها ازرق، ولا كناخذ هذه ديال جونسون. فانا كنستعمل غالبا ما كنستعمل هذه ديال جونسون، كتعجبني بزاف. لان الصراحه المنتجات كلها اللي كيستعملوا ديال الدراري الصغار كلها يعني كتكون خاليه من البارابين وبزاف د الحوايج مواد حافظه اللي كتضر لنا الجسم ديالنا. فغادي ناخذ تقريبا نصف ملعقه.
ثم غناخذ نصف ملعقه ديال البيكربونات. فالبيكربونات دابا راه متوفره يعني في جميع الدول. نحرك هذا الماسك جيدا على هذا الشكل هذا. صافي حتى كتنسجم لنا ديك الفازيلين مع البيكربونات. صافي ولات بحال شي بوماده، جات على هذا الشكل هذا. وغادي نسرحوا على اليدين ديالنا. على فكره هاد الماسك هذا فكيمكن لينا نستعملوه حتى للرجلين، يعني كيمكن لنا نطبقوه على الرجلين كذلك. كنحاولوا نسرحوا على اليدين ديالنا بهذه الطريقه، بحال الا كنديروا شي كريم مرطب. دائما كنمشيو بحركه دائريه من الاسفل للاعلى، وتنخليو على اليدين ديالنا تقريبا 5 دقائق، وعاد من بعد كنغسلوه بالماء الدافئ والصابون، لان كنعرفوا الفازيلين انها يعني مدسمه بزاف. اذا هنا بعد ما غسلت اليدين ديالي يعني كنستعمل هذا المرطب في الليل، هذا المرطب اللي من لا مارك سيان، فهو اللي كنستعمل انا دائما لان كيعجبني بزاف وكيرطب لي اليدين بطريقه رائعه. اذا هنا اخواتي كان هذا هو الفيديو ديالنا. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم الجميله وتخليوا لي لايك كذلك للفيديو، ومبقى لي الا نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.